تعتبر مكة المكرمة مدينة تنبض بالتاريخ في كل زاوية من زواياها، وليست مجرد وجهة للعبادة فحسب، بل هي سجل حي للسيرة النبوية العطرة. ومن بين هذه المعالم التاريخية التي تقف شاهدة على أحداث عظيمة يبرز بئر طوى في مكة كأحد أهم المواقع التي ارتبطت بخطوات النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن بئر طوى في مكة مجرد بئر للماء، بل كان غرفة عمليات نبوية في واحدة من أعظم لحظات التاريخ الإسلامي. ففي العام 8 للهجرة، وعندما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، اتخذ من وادي طوى مكانا للتخييم والمبيت، وزع الرايات في هذا الموضع. قام النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيم جيشه وتقسيمه إلى 4 ألوية، حيث أمر الزبير بن العوام أن يدخل من كدا، وخالد بن الوليد من أسفل مكة، وأبو عبيدة بن الجراح من بطن الوادي. بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلته هناك، وفي الصباح اغتسل من ماء البئر وصلى الفجر، ثم دخل مكة فاتحا متواضعا لله عز وجل. يمثل البئر نقطة التحول من عهد الاستضعاف إلى عهد التمكين، حيث كان آخر محطة توقف فيها الجيش الإسلامي قبل استعادة الكعبة المشرفة. سنة الاغتسال. لماذا يستحب للمحرم الاغتسال قبل دخول الحرم؟ الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جوهر العبادة وكمال المحبة. وقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يدخل مكة إلا وبات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل. قالت سبيعة بنت عبد شمس ترثي عمها: إن الطوية إذا ذكرتم ماؤها صوب السحاب عذوبة وصفاء. وعمها هو الذي حفر بئر الطوي.